مساء الفل على الزملكاوية وكل ملوك الكورة في مصر. الجمهور المخلص، الجمهور الجميل، الجمهور اللي واقف ورا فرقته وناديه مهما كانت الظروف، وفوق أي أرض وتحت أي سماء. ما بيفرقش معانا وضع النادي إيه أو وضع فرقه إيه أو وضع الفريق دلوقتي إيه في أي بطولة. طبعا بنحب المكسب، والنادي نادي بطولات، لكن موقف جمهور الزمالك ما بيتغيرش بتغير موقف الفرق او ظروفها في البطولات. من كورنيش اسكندرية بحييكوا، بعمل فيديوهات صغيرة كده اهداء لصفحة اخواتي الباشمهندس وليد غريب والباشمهندس رامي نظمي، صفحة المدرج الزملكاوي، واتمنى ان كلكم تعملوا فولو لي. صفحة جميلة وصفحة مفيدة بتنقل كل ما يحتاجه المشجع الزملكاوي على التيك توك وعلى اليوتيوب. والنهاردة احنا بادئين اهو رايحين مباراة المصري، مش مباراة عادية نظرا لما ستؤدي نتيجة المباراة. احنا كجمهور وعارفين وواعيين باللي بيحدث واللي شغال في المنظومة واللي حوالينا من منافسين وكل اللي بيحصل للزمالك، ولكن النهاردة برغم كل شيء وبرغم كل المساوئ وكل تشوهات في الموسم وأسوأ موسم رياضي في كرة القدم في مصر، إلا إننا مقدرين إن إحنا في الفينش الأخير في 7 مباريات، 6 دوري ونهائي الكاس. إن شاء الله النهاردة يبقى بداية المنحنى اللي احنا رايحين له بإذن الله. الدوري في 100 عقبة بإذن الله، الدوري في 100 عقبة إن شاء الله، ده أملنا كجمهور. ولكن لو ما حصلش إن احنا ناخد البطولة، إن شاء الله يكون في المركز الثاني مؤهلين إلى بطولة أفريقيا، بطولة أبطال الدوري. ومش غريب، الزمالك بقاله 3 سنين ما راحش، لكن الزمالك ملك البطولة. الزمالك في التسعينات أنا بشجع الفرقة من 84. الزمالك اول ملك يتوج للبطوله ديت كان 5 بطولات، واللي كان بعده اقرب منافسيه كان 2 بطولتين، وقعد فتره كبيره هو الملك المتوج. وبعد كده الظروف اللي حصلت في ال20 سنه الاخيره هي اللي ادت لكده، لكن برغم ده كله هو باقي ان هو الثاني في البطوله لغايه دلوقتي، برغم انه بقاله اكتر من 22 سنه او 23 سنه بعيد عن البطوله. فالزمالك باذن الله يرجع بطولته المفضله، بطولة أبطال الدوري. وبإذن الله النهاردة تبقى البداية. مباراة المصري مش في حد ذاتها هي كمباراة، طبعا كل مباراة وكل تفصيلة للزمالك احنا بنموت في الزمالك، الزمالك هو حياتنا وبنقف وراه في كل تفصيلة، ولكن النهاردة هو نقطة انطلاق لحاجة وهدف كلنا واعيين ليه وعارفينه ورايحين له ان شاء الله باذن الله لبرج العرب دلوقتي. ومعايا الزملكاوي الكبير ابني ادهم اسماعيل، وان شاء الله باذن الله يعني هنقل لكم اللي اقدر عليه، وهنكون معاكم لحظه بلحظه بفيديوهات في برج العرب في الاستاد. وباذن الله ان شاء الله ننبسط، وباذن الله نطلع فرحانين، رايحين نقدم مهمه، رايحين نستمتع مع الزمالك حبيبنا حياتنا، ولكن ان شاء الله باذن الله الى بطوله غاليه للزمالك. ان شاء الله نفنش الموسم بما يرتضيه جمهور الزمالك. ربنا يوفق، واشكركم، والى لقاء تاني ان شاء الله قريب.